حاجة غريبة جدا، إن بنت من الطلاب قررت إن هي تقوم تلمس إيميلي اللي قاعدة على الكرسي، ولما راحت ناحيتها وجت تلمسها إيديها عدت من جسم إيميلي كأنه سراب. لكن الطالبة ساعتها أصيبت بالهلع وفضلت تصرخ هي وكل الطلاب اللي كانوا في الفصل. بعد الحادثة دي طلبت إيميلي إنها تاخد أجازة طويلة من المدرسة، وفي خلال الأجازة اللي هي خدتها القرينة ظهرت لبنتين في فصل، والبنتين دول جالهم هالة صرع وأغمى عليهم. وفي خلال أيام بعد الحادثة دي بدأوا أهالي الطلاب يسحبوا بناتهم من المدرسة، وما كانش قدام المدرسة غير إن هي تفصل إيميلي. كتير من الصحفيين